تعالى بقى يا باشا نشتغل الشغل بتاعنا. يلا، الصحراء دي مش نظام ايكولوجي؟ يبقى تتميز بتعدد المكون. يعني فيها كم نوع من العوامل؟ عوامل ايه وايه؟ قال لي فعلا فيها عوامل حيه وفيها عوامل غير. تعالى اما احكي لك على العوامل الغير الحيه اللي في الصحراء. مش هتحفظ حاجه، انا هقول لك وانتوا اللي هتردوا. الميه في الصحراء متوافره ولا غير متوافره؟ الماء غير متوافر، وقد نصل الى مرحله مفيش ميه هناك، لا التربه فيها ميه ولا الهواء الرطوبه الهواء ذات نفسه فيه ميه، ولا الميه موجوده، الميه قطعه، وكله هناك عنده مين؟ جفاف. حتى النباتات يا عيني ميتها قليله، ممكن توصل لمرحله الجفاف. في رياح في الصحراء، ده احنا كل لما نيجي نشرح في الجيولوجيا يقول لك رياح فظيعه في الصحراء، لدرجه ان هم بيسموها كسره الايه يا جماعه؟ العواصف. بسميهاش رياح، ده وصلها لمرحله ان هي ايه؟ عواصف. يكون تاثير رياح شديد في الصحراء زي ما في الجيولوجيا كانوا بيقولوا لنا. طيب حضرتك، الاضاءه في الصحراء شكلها ايه؟ شديده ولا قليله؟ هقول له برضو الصحراء تتميز بشده الاصطداء. الجو الصبحيه عامل ايه في الصحراء بالنهار، وبالليل عامل ايه؟ النهار حر وبالليل ايه؟ وهو قال لي النهار بيبقى شديد الحراره وبالليل بيبقى شديد البروده. حضرتك قال لي حضرتك هل يوجد مغذيات في التربه؟ لا يا استاذ، تربه فقرانه وما فيهاش مغذيات. بصراحه انا مش عارف النبات ده يعيش ازاي في الصحراء. في عواصف ممكن تقتلعه، مفيش ميه علشان يشرب، مفيش مغذيات. حتى شده القص مش ميزه على فكره، شده الاصطداء، لان هو اصلا كده كده الضوء اللي بيجي له بياخد منه اللي هو من 390 ل 700 يعني الاوضه بتاعتنا هنا احنا حاطين 50 كشاف عشان الناس تبقى شايفه مثلا. لو خليتهم 300 هل دي حاجه حلوه؟ ده يا استاذ ده احنا هنيجي عينينا هتوجعنا نحس. يبقى شده الاضاءه هنا مش حاجه مميزه، لان هو بيقدر يمتص قدر ايه معين. جو بصراحه ما يشجعش نباتات تبقى موجوده، وطالما النباتات مش موجوده اكيد الحيوانات هتبقى مش موجوده. ولذلك احنا كنا دايما نقول ان الصحراء قليله الاحياء علشان الجو اللي صعب ده. حضرتك طب تعالى بقى نخش على الكائنات الايه الحيه او العوامل الحيه. الكائنات الحيه كام نوع حضرتك؟ يلا قولوا لي. منتجه، مستهلكه، ايه، محلله. هنبدا نتكلم ونعرف مين اللي بينتج الغذاء في البحر، مين نباتات الصحراء، ومين حضرتك المستهلكات بتاع الصحراء. والمحللات خلصانه قبل ما تبدا، هي نفس الكلمتين. يعني المحلله يا جماعه خلصانه، بكتيريا وفطريات، وبتحلل الجثث الكائنات وبترجع ذرات العناصر. يبقى احنا مركزين في الشويه اللي جايين على مين الكائنات المنتجه ومين الكائنات الايه المستهلكه. بيقول لك بالنسبه للكائنات المنتجه هو عباره عن نباتات متناثره، يعني تمشي كده تلاقي شويه نباتات وبعدين ما تلاقيش تاني وبعدين تلاقي شويه كمان متنطوره في كل حته، فدي اسمها غطاء نباتي ايه متناثر. لما جم بصوا على النباتات اللي في الصحراء لقوا حاجه غريبه قوي. في نباتات لما الدنيا تشتي في الصحراء تيجي، ولما المطره تختفي تقوم جايه هي النباتات مختفيه معاها. وده نوع من النباتات بيسموا النباتات في الصحراء كساء خضري غطى الارض. فده نوع من النباتات بيظهر مع المطر وبيختفي لما المطر يختفي، فده بيسموه نباتات مؤقته او كساء خضري ايه مؤقت. وفي بقى نباتات، ودي بقى يعني حاجه خاصه جدا، دي نباتات قاعده هناك على طول زي الصبارات كده يا جماعه، دي على طول مقيمه في الصحراء وتقدر تتحمل الجو، ودي بيسموها كساء خضري ايه. يبقى انا عندي كم نوع من النباتات يا جماعه؟ 2 منتجات. ايه هم؟ كساء خضري مؤقت، نباتات ساعه تروح وساعه تيجي، وفي نباتات قاعده لهم هناك على طول، دي اسمها كساء خضري ايه، ودي اللي لها كل الاحترام والتقدير.